بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بذكره ووعدهم بعظيم فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقبل التائبين ويعطي السائلين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله سيد البشر أجمعين، خير من ذكر ربه وشكر وحج البيت واعتمر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته. قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها المسلمون، لقد فضل الله تعالى بعض الأيام على بعض، فالعشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه البزار. وقد أقسم الله عز وجل بها إشارة إلى جليل قدرها وعظيم منزلتها، فقال تعالى: والفجر وليال عشر، أي عشر ذي الحجة، وهي أفضل أيام السنة لاجتماع أمهات العبادة فيها التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج. وقد شرع الله تعالى فيها حج بيته الحرام، وضاعف فيها أجر الأعمال الصالحة وثوابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رواه البخاري. عباد الله، ومما يستحب في هذه الأيام الإكثار من العبادات على اختلاف أنواعها من الصلاة ونوافلها، كصلاة الضحى وقيام الليل والصيام والصدقة والحج وقراءة القرآن الكريم وذكر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أي أيام العشر من ذي الحجة، فذكر الله تعالى من أعظم العبادات وأجل الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. رواه البخاري. وذكر الله زاد المؤمن في كل حال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عجز منكم عن الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يجاهده، فليكثر من ذكر الله. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وقد أمر الله بكثرة الذكر في وقت الشدة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله سبحانه يثبت القلوب في المواقف العصيبة والمآزق الشديدة، وفيه انشراح للصدر وذهاب للهم والغم وسعادة للنفس وطمأنينة للقلب. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله غذاء للأرواح وحياة للقلوب. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أخرجه البخاري. ووعد الله الذاكرين بكريم العطاء وخير الجزاء، فقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن عظيم جزاء الذكر وشرفه أن الله يذكر الذاكر. قال سبحانه: فاذكروني أذكركم. فالسعيد من وفقه الله تعالى في هذه الأيام المباركات، من وفقه الله تعالى في هذه الأيام المباركات للطاعات، فملأ وقته بالباقيات الصالحات. يقول سبحانه: والباقيات
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا، وهي قولك الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى رغبنا في الإكثار من ذكره، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وحث على الذكر بعد أداء العبادات ليكون خير ختام، فقال تعالى عن عبادة الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال عز وجل في آيات الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، والتكبير من الذكر. وأما الصلوات فقد شرعت للذكر، فقال جل شانه: وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة تضرع إلى الله وقيام بين يديه، وقد سمى الله تعالى الصلاة ذكرا في قوله: فاسعوا إلى ذكر الله. عباد الله، فلنتوجه إلى الله تعالى بالرجاء، فهو الكريم الذي لا يرد سائلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ولندعو لقواتنا المسلحة بالنصر والعزة والتأييد، ولرجال أمرنا بالحفظ، ولولي أمرنا بالتوفيق والتسديد، ولأبنائنا بالهداية والصلاح والرشد والنجاح، ولموتانا وشهدائنا بالرحمة والمغفرة والدرجات العالية، ولمرضانا بالشفاء والعافية. فاللهم يا خير من سئل ويا أجود من أعطى، نسألك الخير كله لنا ولأهلنا ولبلادنا ولولاة أمرنا. اللهم اغفر لنا وأصلح شأننا وألف بين قلوبنا، وانصرنا على عدونا، ووفقنا جميعا لطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وطاعة من أمرتنا بطاعته، عملا بقولك الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته، واعلموا أن يوم غد هو أول أيام عشر ذي الحجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم. وفي رواية: فلا يمس من شعره وبشره شيئا، والبشرة ظاهر الجلد للإنسان. وهذا الحكم يا عباد الله هو للمضحي وحده دون باقي أهله ودون من وكله بذبح الأضحية، فلا يحرم شيء من ذلك على زوجته وأولاده ولا على الوكيل، إلا إذا كان لأحدهم أضحية مستقلة، ولا يسمى هذا إحراما، لأنه لا إحرام إلا لنسك الحج أو العمرة. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه امتثالا لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أزواج نبينا أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا، وعملا نافعا رافعا، ويقينا صادقا خالصا، ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة
الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تحرمنا. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم غيثا مغيثا ترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا بلاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.